السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا بنستناها من السنة للسنة. هنعمل الليمون المعصفر الجميل اللي انتوا شايفينه معايا في البطرمان ده، وهنعمل الزيتون التفاحي. السنة دي ان شاء الله مش هنعمل مع بعض الزيتون العزيزي. الزيتون 3 انواع، زيتون عزيزي والزيتون تفاحي اللي انا هعمله معاكم النهارده والزيتون البلدي. وانا بفضل ان انتوا تجيبوا الزيتون التفاحي. العزيزي ده بيقعد من السنه للسنه، بيبقى طعمه ممرر شويه، لكن التفاحي بيستوي على طول، تقدري تاكلي منه على طول. يلا بقى كده بينا نشوف الطريقه. المكونات بتاعتنا النهارده: فلفل حامي بلدي، وهريسه من الشطه من الفلفل الاحمر، ومعايا حبه البركه وعصفر وجزر مبشور وزيتون تفاحي، ومعايا الليمون كده الليمون المعصفر ده تنقيه كبير كده واصفر كده وتبقى حلوه، مبقاش فيها اي حاجه معطنه. اي حاجه فيها اي غلطه او دبلنه تشيليها على طول. هنبتدي بقى نفتح الليمون كده مع بعض 4/4 كده او علامه الزائد زي ما انتوا شايفين، وما توسعوش قوي ما تنزليش كده بالسكينه للاخر، خليها 4/4 كده لحد نص الليمونه بس، عشان لما نيجي نسلقها هتفتح اكتر. تمام يا بنات، تابعوا الوصفة اللي معايا النهاردة وان شاء الله هتعجبكم جدا. ان الطريقة دي طريقة معتمدة من والدتي من زمان جدا، من انا صغيرة، وكان اي حد بيجي عندنا نقدم له الليمون والزيتون ده كان بيسألها انت بتعمليه ازاي. ربنا يديها الصحة يا رب، ويبارك لنا فيها ويبارك في عمرها يا رب. النهارده بقى الليمون الجميل الاصفر ده اللي انتوا شايفينه معانا هنعمله، هيتاكل في شهر واحد. يعني ايه يا مشروبات مشويات ياسمين هيتاكل في شهر واحد؟ ايوه، عشان احنا هنديله غلوة واحدة على على النار، مش هنعمله ني. الني ده بيبقى القشرة بتاعته بتشد شوية، بتجلد معاكم شوية، لكن احنا ان شاء الله النهاردة هنعمله كده مزبد وجميل، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا وهيتاكل معاكم، هيستوي في شهر واحد. وكده احنا قطعنا الكمية كلها ال5 كيلو الليمون، قطعناهم زي ما انتوا شايفين كده. معايا حلة على النار، مية مغلية طبعا مش مية ساقعة، وهنزل كده بالليمون واحدة واحدة كده. وخلي بالكم يا بنات عشان المية ما ترطش على ايديكم وانتوا وانتوا بتحطوه واحدة واحدة كده. واللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو لا ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس زي احلى متابعين في الدنيا، عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. شايفين بقى كده الفتحة بتكبر ازاي؟ زي ما انا قلت لكم، اول ما بينزل المية المغلية الفتحة بتوسع شوية، عشان كده بقول لكم ما تفتحوهوش للاخر. واحنا هنخليه ياخد غلوة واحدة بس على النار، مش هياخد اكتر من كده، عشان يبقى معاكم برضو كده طعمه لذيذ كده ومزبد. يلا بقى بينا كده. وكده خد معايا الغلوة الجميلة، هبتدي اصفيه. مش هدلق المية كده على طول واصفيه، لا انا عايزة المية دي طبعا، عشان المية دي بقى ده سر الخلطة، دي سر خلطة الليمون. احنا مش هنرميها، احنا هنخلل بيها. ومعايا بقى كده الفلفل كان طويل شوية او كبير شوية، معلش، لان انا ملقتش فلفل صغير، بس هو بلدي وحراق جدا، عشان كده انا مش هكتر فيه قوي. هنقطعه كده بقى من فوق زي ما انتوا شايفين. طب ليه يا مشويات ياسمين ان انتي ما شلتهاش كلها، ما شلتش الشجره بتاعته كلها؟ علشان ما يتهريش مننا، لازم نحتفظ بالعنقود بتاعه اللي هو الورقه بتاعته الخضره دي، اللي هي تقفل المسام بتاعه، ما يخلوش يتهري منكم في التخليل. هنشقه كده بالسكينة شقة صغيرة عشان خاطر برضو ما يتنفخش مننا ويتهري. يلا بقى كده بينا نشوف هنعمل في الزيتون التفاحي الجميل ده هنعمل فيه هنجيب الشوكة كده وزي ما انتوا شايفين، وهنفضل ننغزه بالشوكة، مش هنشقه بالسكينة. ان الشق بالسكينة بتبقى الشقة طويلة كده وشكلها مش لطيف، فاحنا بنفضل ان احنا نغزه بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين كده معايا. فكرة التنغيز او التشقيق بتاع الزيتون اللي احنا بنسحب منه المرارة، وتقدري تفتحي عليه بعد شهر، وتقدري تاكلي منه بعد شهر واحد من مدة التخليل بتاعه. لو انت عايزاه يقعد معاكي مدة اطول، بتسيبيه من غير ما تشققيه ولا تنغزيه، بتسيبيها كده زي ما هي سليمة. والتشقيق ده عشان نسحب منه المرارة بتاعته. ولو انت عايزاه بقى يستوي اسرع، امسكي كده بايد هون او مدق، روحي دقه على دماغه كده واعمليه الزيتون المدشوش، برضو بيبقى طعمه جميل جدا. وعندي اختي الكبيره بتحب تعمله وبتعتمده على طول برضو. كده بقى معايا الزيتون، حطيت معاه الفلفل، وتعالوا بقى نشوف هنعمل معايا كده هريسه من الشطه هنضيفها على الزيتون والفلفل، ومعايا عصفر وحبة البركة. الابيض اللي في حبة البركة ده معلش يا جماعة، ده ده حبة سمسم كده وقعوا مني. هقلبهم كده، واحط الجزر الجميل المبشور ده، وهحط معلقة كركم كبير عشان يبقى اصفر كده وكهرمان وشكله لذيذ في التقديم وحلو. هنلبس بقى الجلافز بتاعنا
ونفضل بقى نقلب كده لحد ما ندخل المكونات كلها في بعضها. معايا بطرمان بقى كده معقماه بميه مغليه، وحاطه معلقه خل في الميه المغليه. وهبتدي بقى ان انا امسك البطرمان اللي معايا ده، هبتدي ان انا اكبسه قوي، مش هخلي فيه هوا خالص، هفضل اعبي كده زي ما انتوا شايفين لحد ميبقاش فيه هوا. خطوة مهمة جدا، بحط معلقة خل مع المية المغلية وانا بعقم البطرمانات. يلا بقى كده بينا نشوف هنعمل ايه في محلول الملح بتاعنا الجميل ده. معايا المية المغلية دي متبردة، مغلية ومتبردة، ومعايا 5 معالق من الملح. كل لتر مية معايا فيه 5 معالق من الملح و3 معالق من السكر. وعصير الليمون اللي معايا ده ليمون بيور، ده ليمون بيور هنضيفه كده. كان معايا 1.5 كيلو من الليمون، عصرته وشلت منه البذر خالص. ولازم انت تعصريه على ايدك عشان تشيلي منه البذر، ميبقاش فيه مراره، ما تعصروش في الخلاط. هضيف على وش البرطمان بتاع الزيتون زيت، وهبتدي بقى ان احط القشر بتاع الليمون اللي انا كنت عصراه، الليمون البيور اللي انا هخلي بيه، وهضيفه على محلول الملح والزيتون ده. هبتدي بقى كده اغطي كده باكياس من عندي، اكياس تلاجة. مش هغطي بستريتش راب ان هو ضعيف شويه، فانا بفضل الاكياس دي عشان الاكياس دي سميكه، ولازم نتك عليه كده جامد ونقفله كويس جدا. يلا بقى بينا كده نشوف الليمون المعصفر ده هنعمل فيه ايه. معايا عصفر ومعايا حبة البركة، هضيفهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده معايا. لو انت عايزاه يكون مشطشط شوية كده وسبايسي، هنحط معلقتين من هريسة الشطة في الخلطة دي. بس انا المرة دي كده مش هنحط في هريسة شطة، عشان انا مش عايزاه يكون مشطشط قوي. هكتفي بهريسة الشطة اللي انا هحطها في المحلول بتاعتها. وهفضل بقى كده اعبي باقي الكميه، وهنزله في البرطمان كده بالراحه عشان ما يتفضاش مني طبعا الحشوه اللي انا حشيتها. وهكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني. وكده خلصت الكميه كلها اللي معايا، وكده هبتدي ان انا اعمل المحلول بتاعي. فاكرين الميه اللي انا سلقت فيها الليمون في اول الفيديو اللي انا قلت لكم مش هنرميها؟ طبعا احنا مش هنرميها، ان هو ده سر الخلطه، ده سر خلطه الليمون المعصفر. خدنا الميه كده بقى بعد ما بردت تماما، ضفت عليها 3 معالق من هريسه الشطه، و5 معالق من الملح، و3 معالق من السكر. وهفضل اقلب كده وادوبهم كده مع بعض لحد لما الملح والسكر يدوبوا خالص. وهبتدي بقى اضيفها كده على الليمون بالراحه، وهبتدي ان انا انزل بالراحه عشان خاطر الحشوه بتاعتي ما تقعش مني. تفضل في طبعا معلومه مهمه جدا لازم نقولها في الفيديو ده. الفيديو ده احنا قلنا لكل رتل ميه 5 معالق من الملح و3 معالق من السكر. والسكر طبعا بيحتفظ من جرمشه المخلل، بيبقى اي مخلل كده لازم تضيفي له المحلول بتاعه سكر عشان يبقى مقرمش. تمام. وال5 معالق ملح دول في نوع ملح بيبقى حادق، وفي نوع ملح بيبقى مظبوط. فانت لازم لو انت مش عارفه تعايري الملح خالص، فانت هتحطي الرتل ميه 5 معالق ملح و3 معالق سكر، وهتحطي بيضايه. البيضايه لو نزلت تحت هتلاقي الملح دلع، البيضايه لو ارتفعت فوق خالص هتلاقيها المحلول ده حادق منك، تزوديه حبه ميه. لو البيضايه نصها تحت ونصها فوق كده يبقى الملح بتاعك مظبوط. كنت عامله معاكم قبل كده وصفه البيضه دي في فيديو اللفت والخيار، لو انتوا عايزينها عملي ارجعوا للفيديو بتاع اللفت والخيار وانتوا تشوفوها عملي ازاي انا كنت عامله التست بتاع الملح. وكده النهارده وصفتنا خلصت معاكم. الوصفه النهارده بطريقه والدتي، اعتمدوها زينا، والله العظيم جميله جدا وهتشرفكم في كل العزومات. واي حد هيجي يسالكوا زينا انتوا بتعملوها ازاي. مع السلامه.